إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. سيد أفندي لاحظ إن الكلمة الحلوة قربت تختفي من المجتمع ومن حياة الناس. قال لعبده أفندي الحكاية دي. عبده قال له: قصدك إيه بالكلمة الحلوة يا سيد؟ سيد قال له: قصدي كلمة الحب، كلمة التشجيع، كلمة الصدق، كلمة التسامح. دلوقتي الواحد يدور على أي كلمة من دول ما يلاقيش. الدنيا جرالها ايه يا عبده؟ عبده قال له: انا مش فاهم لحد دلوقت انت قصدك ايه بالظبط. انا بتكلم كلام عام يا عبده. صباح الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله راجعه لكم فيديو كده، بس هو مش وصفه ولا حاجه معينه، هو فضفضه كده معاكم وشويه عادات انا بعملها في حياتي، فحبيت افيدها يعني افيدكم بيها. كلنا اسباب لبعض يا جماعه. اول حاجه نسمي الله بس كده ونشوف. انا نزلت جبت شويه حاجات كده بسيطه من الفرجاني، مش عارفه انتوا تعرفوه ولا لا، بس هو ليه فروع كتير جدا في القاهره وتقريبا في اسكندريه. اول حاجه جبتها العيش الفينو بتاعهم تحفه يا جماعه. جبت منهم ال 12 رغيف، هو صغير مش كبير قوي. ال 12 رغيف عاملين 17 جنيه، كان ب 15 لحد من وقت قريب. جبت كمان صلصه دي اسمها سلطانه، جبتها ب 15 جنيه و90 قرش، برضو حلوه قوي. انا جربتها. الجبنه دي انا مش فاكره خالص هي بكام عشان ما اكدبش عليكم، يعني انا دماغي ممسوحه. جبت كمان التونه دي اللي هي توليدو. انا عايزه اقول لكم على حاجه، انا دي مفتته اوكي. انا كنت بجيب دي كمان من العادات برضو اللي انا بطلتها. انا كنت بجيب اللي هي القطعه بحاجه و70 جنيه او حاجه و90 جنيه وافتتها، لان بحطها جوه حاجات، جوه معجنات، جوه بيتزا، حتى لو هعملها واقطع عليها بصل وحاجات برضو كنت بفتتها. فبالنسبه لي شايفه ان دي معقوله. دي كان سعرها 25 جنيه ونص تقريبا، فبالنسبه لي كويس. جبت 2 بس. جبت كمان الجبنه اللي بالكمون دي، انا اللي بحبها. جبت تمن لانشون حلواني، كان ب 36 او 37. وكمان جبت تمن رومي كان ب 25 وكسور. وكمان جبت بقى يا جماعه اول مره اجربه بصراحه، بس دقته لقيته حلو قوي. ده تركي اللي هو دايم، ده الكيلو بتاعه عامل 260 تقريبا او 265. كنت الاول بجيب اللحيمي وحلواني كانوا ب 390 و 400. دوت ده لقيت مش فرق كبير برضو. جبت كمان ازازه الليمون دي، وعايزه اقول لكم ان الليمون النهارده ب 80 جنيه. قولوا لي عندكم في الكومنتات بكام. جبت كمان الفرواده دي، اول مره اجرب الجبنه دي، واول مره بصراحه لقيتها ب 10 جنيه فقلت اجيبها. تنفع بقى لفطيره بالجبن، مش عارف ايه، حاجات من اللي هي داخليه يعني. وجبت كمان واحده من الكيري. اول حاجه هفضي كده علبه الجبنه. هنا بقى اللي بقول لكم بقى الحاجات اللي انا بطلت اعملها من العادات اللي كانت سيئه قوي في حياتي. ان انا يا جماعه كنت بنزل اشتري، الاقي نفسي نازله مش عارفه انا رايحه اجيب ايه، والاقي نفسي جبت كميه حاجات وصرفت مبالغ ملهاش 30 لازمه. في شويه جبن وحاجات، يعني كنت بكتر، يعني اجيب مثلا كيلو، اجيب نص كيلو من ده وربع كيلو من ده. لا دلوقتي بقى المهم عايزه اقول لكم على التركيه دي. انا بقطع التركي مره بالعرض ومره بالطول، مره للسندوتشات ومره مربع، علشان لو هعمل مثلا برجر او لو هعمل مثلا اي سندوتش من الحاجات اللي هي في كايزر ينفعني المربع، والطويل للسندوتشات. اللانشون كمان بقطعه نصين علشان يديني كميه كويسه. والجبنه الرومي فضيتها زي ما انتم شايفين. وكمان هفضي الجبنه اللي بالكمون دي، حلوه قوي وجميله، انا بحبها يا شيدر، بحبها جدا. بس. ودلوقتي هفضي الجبنه المثلثات. المهم نرجع لكلامنا بقى. فبقيت اقتصد، يعني طب وانا ليه؟ طب ما انزل اجيب. عايزه اقول لكم ان الاجانب بره بيجيبوا بالثمره، يعني بالخياره او الخيارتين طماطميتين، مش بيعملوا زينا كده وننزل بسم الله ما شاء الله. فاهمين قصدي؟ فبقالي فتره كبيره بنزل اجيب على قد الولاد الحاجات اللي بياكلوها. يعني انا هنا كذا حاجه زي ما انتم شايفين شكلتها، بدل ما اجيب كميه ويقعدوا ياكلوا فيها هي كل يوم، لا بقيت اجيب تمن من ده وتمن من ده، مره ياكلوا كده الصبح ومره ياكلوا بالليل كده يعني. المهم جيت بقى هنا على البوتاجاز وهعمل لهم كده شويه غدا في السريع، اكل مصري بسيط جدا يا جماعه.
هنا بقى مش محتاجه وصفه ولا حاجه، انا بس عايزه اتكلم معاكم وانتوا بتشوفوا الخطوات. بس انا حطيت معلقه سمنه على العموم ونزلت اللحمه تاخد صدمه، وبعدين هحط عليها بصل وبطاطس بصل وطماطم وفلفل اسود وسبع بهارات وكمان مكعب ماجي. تمام، نكمل بقى. انا هنا بقيت برضو من العادات اللي كانت وحشه او بطلتها ان انا كنت بعمل كميه اكل رهيبه. يعني انا وزوجي واولادي الاتنين صغيرين مش كبار قوي الحمد لله، ربنا يبارك في اولادنا جميعا. المهم يعني ان كنت بعمل كتير والاقي نفسي لا، يعني طلعت مثلا كيلو لحمه اعمله نص كيلو. لا انا عايزه اقول لكم ان اللي قدامكم ده مش نص كيلو والله، يعني لا مش بخل بقى، لا اللي هو ايه، يعني بقيت استحرم قوي. نرجع بقى. المهم زي ما انتوا شايفين كده بقيت اعمل كميات بسيطة، فده نفعني جدا وخلى الحاجات بقى فيه بركة في البيت وبتقعد معايا اكتر. والموضوع ده بصراحة بقاله كتير معايا جدا، بعمل الحاجات دي من قبل ماما الله يرحمها ما تتوفى، وكمان هي اللي عودتني العادة الاحلى والاحلى يا بنات اللي احكي لكم عليها. المهم انا اديت اللحمه بتاعتي صدمه كده. بصوا بقى، انا لما بعمل اكل او كلنا، وانا طبعا بقول ده علشان احنا اسباب لبعض، وممكن يعني تكوني ما عندكيش فكره، ممكن تجربي لما تسمعي مني، فاسمعي مني وبراحتك يعني، بس الموضوع هيعود عليكي بخير جامد جدا. المهم انا هنا هعمل فاصوليا خضراء، فحطيت معلقه سمنه وبصل وهنزل بالثوم. نكمل. لما نعمل اكل يا بنات ما نرميش ابدا اي حاجه تتبقى، اي حاجه. عايزه اقول لكم انا ماما الله يرحمها كانت العلب اللي هي بتاعت التيك اواي، انا كنت بستغرب هي بتغسلها وتشيلها ليه الكركبه وليه. اتاري بقى ان ماما الله يرحمها يا رب وينور قبرها كانت الاكل اللي بيتبقى زي كده بتهذبه وبتنضفه كده بطريقه كويسه، وما كانتش بتحط اي حاجه. يعني كانت بتحط لو في قطعه من البروتين، لحمه بقى، فراخ اللي موجود، وتحط رز شكله كويس نضيف واللي احنا واكلين منه. وكانت الله يرحمها تاخدوا لو علبة علبتين ايا كان، تنزل تديهم لأي حد، تبقى قاعدة عند باب العمارة اي حد معدي تشوفه محتاجهم تنازع عليهم. وكان الساعة 7:30 تقريبا الصبح. انا عايزة اقول لكم انا بقالي فترة كبيرة بعمل الموضوع ده. المهم انا حطيت فلفل اسود، رشة بسيطة من السكر، حاجة بسيطة جدا من 7 بهارات. هنعمل بقى الرز، مش محتاجة اقول لكم عشان عايزة اكمل لكم الموضوع. فبقيت اعمل كده يا بنات، يبقى عندي اكل اجيب اي علبه اي طبق في اي حاجه موجوده، واعمل ايه بقى، اخد مثلا الرز النضيف يتبقى، اخد شويه خضار كده سخنين، اخد اي قطعه بروتين، اي قطعه يا جماعه والله. بصوا لو قد الفتفوته، بس انتوا مش متخيلين احنا في غلاء، يعني ربنا يرحمنا، يعني الحمد لله احنا معانا وعايشين، غيرنا بقى يعمل ايه. فانت متخيله حضرتك لما تعملي علبه زي دي او طبق زي ده وتسخنيه كويس في الميكرويف جدا، وتنزلي الصبح بدري وحضرتك بتنزلي ولادك الباص او بتوديهم المدرسه او تنزلي مخصوص، كله ليه ثوابه، وتديها بقى لأي حد ماشي. يا سلام يا جماعة على كمية الثواب، كأنك عملتي إطعام يعني من غير ما تاخدي بالك. يعني فكرة الإطعام مش ان انت تعملي بكميات، لا، هي فكرة ان انت بتطعمي اي حد. فانت متخيلة كمية الثواب اللي هيعود عليكي وكمية البركة يا جماعة اللي هتلاقوها في بيوتنا بعد الحاجات دي. عايزه اقول لكم الحاجات دي تفاصيل بسيطه جدا جدا بس بتفرق جدا والله، جربوها ومش هتندموا. فاول حاجه ان احنا ما نشتريش اي حاجه وخلاص. انا كنت من مدمنين الناس اللي هي بتنزل تشتري كده اي حاجه وخلاص تقعد تشتري. المهم انا حطيت الطماطم وحطيت الفاصوليا الخضراء، ونسيت اقول لكم احنا بنحب التوم كبير، وماما الله يرحمها كانت بتحب الفاصوليا كبيره كده والصلصه خفيفه عشان الناس كلها بتعمل الفاصوليا صغيره. نكمل. فالمهم ما نشتريش اي حاجه لمجرد ان احنا بنشتري. مش كل الحاجات اللي بنشوفها على اليوتيوب يا جماعه نجري نجربها. يعني انا عامله لكم ريفيو هتتصدموا من حاجه انا اشتريتها وندمت عليها، ومش مسامحه اي حد عمل ريفيو، لان احنا بنرمي فلوسنا في الارض. فانا بعد فتره لقيت نفسي بجيب حاجات ملهاش اي لازمه خالص. المهم عشان الفيديو طويل قوي النهارده، استنوني في فيديو جديد جميل زيكم. ده كان غدانا النهارده، وكلمتين حبيت اقولهم لكم، وعندي كلام كتير قوي بخصوص الموضوع ده ان شاء الله ينفعكم ويفيدكم. واتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.